شكرا على الاستضافة. ناجي ترشون، أستاذ تعليم عالي فلاحي. شرفت اليوم بمشاركتي في الملتقى الوطني للاستثمار في قطاع الفلاحة وعلى الإشراف على ورشة زيت الزيتون والتمور، قطاعين هامين في مستوى الإنتاج وفي مستوى خاصة الميزان التجاري لما لهذين القطاعين من مردودية كبيرة في مستوى التسويق وفي مستوى التصدير وفي مستوى يعني دخل العملة الصعبة. وزيت الزيتون خذا مجال كبير من النقاش نظرا لعدة حلقات مرتبطة ولعدة حلقات ما زالت نوعا ما مفقودة، فاخذ مساحه من الوقت اكثر مما اخذاه مجال التمور. ولكن ما يمنعش انه تطرقنا الى وخلينا الاخوان يحكيوا بكل اريحيه على عديد الاشكاليات المطروحه وعلى مقترحاتهم لحلحله بعض الاشكاليات المطروحه. وتم الاتفاق على انه نقطه الضعف في زيت الزيتون هو ضعف التسويق، ومجال التسويق كيف نحكيه على التسويق نحكيه عليه في مستوى الجودة، يعني كيفاش نحافظوا على الجودة وكيفاش نحافظوا على ديمومة الجودة للمحافظة على الأسواق الخارجية اللي اكتسحتها تونس منذ سنوات، ونحب ندعمها ونحب نبحث على أسواق أخرى عديدة، سواء كان في إفريقيا سواء كان في آسيا سواء كان في كندا سواء كان في أمريكا، هي بمحافظتنا على الجودة. فمحور الجودة اخذا حيز من الزمن كبير، والمحور الثاني في قطاع زيت الزيتون اخذا حيز كذلك هام، هي تكلفة الإنتاج أو ضعف دخل الفلاح. هل وساطة بين المنتج الفلاح والمستهلك سواء كان المحلي أو الأجنبي. هذه خرجنا بها بمقترح عملي، هو أنه إحداث اتحاد لشركات تعاضدية، لشركات يعني فلاحية، لشركات تعاونية. والشركات هذه هي اللي مش تخلي الفلاح أولا يقلص من تكلفة الإنتاج متاعه بمشاركتها في المدخلات في الأعمال الفلاحية وخاصة في مرحلة التسويق. يعني هذا الجانب الهام في مستوى القطاع الفلاحي، أنه فلاحتنا مدعوين توا أنهم ينضويوا في جمعيات تعاونية، أولا تقلصلهم من وقتهم في مستوى التسويق، تربحهم بنسبة كبيرة في تقليص تكلفة الإنتاج، وتربحهم في مستوى بيع بضاعتهم عندما يلقاو عندما يلقاو شريك هما بيدهم شركاء فيه اللي يوفر لهم الجانب التسويق هذايا. فهذا تقريبا المقترح اللي خرجنا به، مقترح رئيسي يخص زيت الزيتون والتمور، هو الاتحاد اللي ضم شركات تعاونية. والشركات التعاونية أو الاتحاد هذا مش ينزل إلى شركات تعاونية محلية يأطرها، يعمل يعني ريابيليتاسيون ما هو موجود من شركات تعاونية وإحداث شركات أخرى. هذا في مستوى الجانب التجاري. لكن ما يمنعش أنه المقترح اللي خرجنا به كذلك ووقع عليه إجماع هو ما يسمى بالبيع من المنتج للمستهلك، واستغلال فضاءات البيع سواء كان فضاءات متواجدة أو فضاءات يقع إحداثها باش نثمنوا ما ياخذوه الفارق بين الفلاح وبين المستهلك، ونقسموه بين المسوق وبين يرجع نسبة كبيرة للفلاح، عندما نوفروا عندما نمكنوا الفلاح من إيصال بضاعته من المنتج للمستهلك، رغم أن فيها إشكال قانوني، ولكن احنا قلنا ولو ليوم أو يومين في الأسبوع. هذه يعني مجمل أو ملخص ما تم التوصل إليه من مقترحات في الورشة هذه. وإن شاء الله اللجنة اللي تم إحداثها وتم تعيينها بتوافقات وباقتراح من الأخيان ضم 9 أشخاص، منهم 7 في قطاع الزيتون و2 في قطاع التمور. اللجنة هذه مش تناط بعهدتها في أقرب الآجال وفي جلسات متواصلة
متابعة إنجاز هالمقترحات هذه، وخاصة مساندة الشركات التعاونية خاصة اللي موجودة واللي عندها بعض الصعوبات، ومساندة الشركات التعاونية الفلاحية اللي مشاق إحداثها إن شاء الله قريب في كل المجالات، باعتبار اللجنة هذه مشاق دعمها ومشاق مساندتها بخبراء ذات الاختصاص، سواء كان في الجانب القانوني أو الجانب الإداري أو الجانب المالي، الواش باش يأطروا هالشركات التعاضدية، الشركات التعاونية عفوا، المتواجدة أو المشاق أحداثها مستقبلا إن شاء الله. بارك الله فيك. شكرا.